واضح وكيل. طيب جوكر يعني. جوكر في كل حته على فكره. مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء الخير. من على الكنبه. اهلا بيكم من على الكنبه. هنتكلم على ايه النهارده؟ طبعا يا جماعه كلنا شفنا الجوكر، او يعني مش كلنا، في ناس كانت خايفه عشان هو كئيب قوي. الناس اللي مستنيه الجزء الثاني، فانا عندي ثيري كده حابب اقولها ممكن تحصل، وصراحه بتامل لان خايف. ويعني بتامل الموضوع ما يبوظش لان بحب الفيلم ده. واضح وكيل. طيب جوكر في كل حته على فكره. قبل ما تقول النظريه بتاعتك هنفكر الناس كده ايه الاخبار عن الجوكر. طبعا الجوكر بتاع خوكين فينيكس نزل في 2019. ايوه، اتقال ان هو هيتعمل منه جزء تاني، وبعدين طلع اخبار انه هيبقى ميوزيكال وهيبقى معاه ليدي جاجا رموا قنبله كده وعملوا كده هارلي كوين. عارفين ده اللي عمله. خد يا سيلفي. قال لك خد يا سيلفي. بص، هي بصراحه والله هي حاجه مخيفه تمام، وحاجه جديده ومختلفه، بس انا عاجبني الموضوع ده عشان حاجه، لان هو هيوديك further into the madness بتاعه الجوكر، ان هو هيخليك العالم ميوزيكال. فهو ممكن يعملها بطريقه، بما ان الجوكر كان دارك فشخ، فانا متوقع ان هم يعملوها بطريقه دارك فشخ، وان هو يعملها اللي هو اكنه هيوريك حتت من العالم من البوينت اوف فيو بتاع الجوكر، ان هو يبقى ميوزيكال ومش عارف ايه، والبوينت اوف فيو التاني ان هو بقى يوريك الحقيقه والمنظر عامل ازاي. بص، انا بالنسبه لي جوكر الفيلم ده جامد قوي وخواكين عظيم، ان بعد كده احس بريسك ان ممكن ده يبوظ او ما يعملش بنفس العظمه، لان انا الصراحه واثق في تود فيليبس وفي خواكين ما بينقيش اي حاجه يعملها، ولا من النوع اللي هو فلوس وخلاص. فانا متاكد ان هو السيناريو جامد، وتود فيليبس برضو عمل شغل اخراج جامد في الجزء الاول. فانا الامل اللي خلاني اطلع بثيري منطقيه شويه، او ممكن ان انا يعني بمسك في حاجه ان الفيلم ده مش هيبقى وحش، لان انا ما بحبش الميوزيكال ده خالص، ما بحبش الجو الميوزيكال، وكمان فيلم انا مستنيه زي جوكر 2، فبحاول على قد ما اقدر ابرر له الموقف ده. زي ما فاكر جوكر لما خلص حاول يوصل لك في كذا لقطه من الفيلم ان في تساؤل، اللي حصل ده حصل ولا ما حصلش، وان ممكن يبقى خواكين فينيكس كل ده في اركام اسايلم وبيتخيل، وبسبب لقطات كتير في الفيلم بيهنت الحوار ده. ابسطها مثلا الساعه في الانترفيو في الاخر، الساعه ما كانتش بتتحرك، وكذا هنت تاني وكل الكلام ده، فاثبت لك ان هو ممكن في اوبشن ان هو كل ده في دماغه وفي الاركام اسايلم. تمام. جميل. الثيري بقى اللي انا فكرت فيها ان طبعا هارلي كوين المفروض دكتوره في الاركام اسايلم وهو بيتعرف عليها من هناك، فانا اللي فكرت فيه ان ليه لا يكونش من بقى تخيلاته هتخيل ليدي جاجا دي هيحبها بطريقه ما، او العلاقه اللي ما بين جوكر وهارلي كوين، وهيحصل حاجات ميوزيكال في دماغه هو، مش شرط تكون تحصل حقيقي في الفيلم، بس يبقى مثلا الانترفيوز اللي ما بينهم او بتاع يتخيلها هو بطريقه تفكير الجوكر وبشكل ميوزيكال، عشان برضو ليدي جاجا والجو ده، بس ما يكونش بيحصل في الحقيقي في الريل وورد، لان يعني انك بس تتخيل الجوكر في ميوزيكال وبتاع وليدي جاجا موضوع غريب. فاللي هو المنطقي ان دي دماغ الجوكر، او ده حاجات تكمله الهلوسه اللي لازم برضو نتاكد اللي حصل في الجزء الاول ايه اللي حصل بالظبط. بس اللي جاي في دماغي ان هو ممكن ده يبقى حاجات ميوزيكال بتحصل في دماغه، تخيلات، او اللي هو بقى بيبرر مواقف او بتاع انترفيو بجد وهارلي كوين وبتاع ويحصل الميوزيكال ده، او يبقى مثلا بعد ما تتلسع بطريقه ما. انا الصراحه ما شفتش حاجه لليدي جاجا فمش عارف تمثيلها ايه، بس يعني مش هارلي كوين برضو الدور مش سهل يعني، فممكن يقلش منها قوي يا اما يبقى جامد، او ما فيش وسط في الادوار دي بالذات. اتعلمت من جوكر وباتمان واللي هو الكاستنج اللي هو يصدمك بيطلع جامد في الاخر، نادرا ما بتقلش. اتعلمنا من هيث ليدجر وبين افليك وروبرت باترسون. كتمثيل يعني كتمثيل للكاركتر مش شايفه في الكاركتر ده، فاهم؟ فممكن الموضوع ما استبعدوش يعني. انا بقول لك انا ثقتي في تود فيليبس وخواكين فينيكس محمساني او بتخليني ابرر اللي ممكن يحصل في الفيلم، ان يعني مش هيضيعوا التعب اللي هم عملوه،
ولا هيعملوا جزء مش هيعرفوا يعني العالم اللي هم بنوه ده مش فجأة هيبقى ميوزيكال، مستحيل. هو لازم يبقى فيه تبرير منطقي اللي حصل. فانا المنطقي اللي في دماغي ان اللي هيحصل الميوزيكال ده هتبقى حاجات هو متخيلها، مش هتبقى حاجه حقيقيه. ممكن ما يبين لهاش في الفيلم، ممكن يبين لها بعدين زي ما عمل في الجزء الاول. فاتمنى يبقى لسه في اللعب والطريقه اللي مش صريحه والجو الثيريز والبلوت تويستس والحاجات دي موجوده زي ما في الجزء الاول، لان دي المحليه الاسلوب ده. لان برضو الواحد مستني الجزء الثاني هو يشوف جوثام اكتر، يشوف بقى جوكر كجوكر اكتر. لان انت شفت خواكين فينيكس الجزء الاول يعتبر كله قبل الجوكر. ارثر فليك نفسه. ارثر فليك نفسه بالظبط. ما شفتش الجوكر دي غير في اخر 10 دقايق في الفيلم لما عمل على العربيه، ودي كانت نقطه تحوله. فانت عايز تشوف شخصيه الجوكر اكتر، وعايز تشوف جوثام، عايز تشوف بقى يا ترى هيبقى في الباتمان الصغير اللي هو بروس وين الصغير ده هيعمل معاه حاجه بتاع، هيعمل ايه في العالم ده. تود فيليبس هو دماغه بقى تسوح. فده الواحد عايز يشوفه، مش مستني اشوف خواكين فينيكس بيرقص مع ليدي جاجا فاهم ويغنوا انا مجنون فيعني لا، عايزين نشوف حاجه بنفس الثيم بتاع جوكر 1. فيعني نامل الصراحه ان هو يبقى جامد، وانا اتوقع ان هو هيطلع عكس التوقعات يعني، مش سذج يعني. بص انا اتفق معاك في الموضوع ده، بس اختلف معاك في حته ان انا بحب الحاجات اللي هي المجنونه دي، ان هو فجاه يغير لك الجنرا. كده تطلع من جوكر، يعني هي تطلع من جوكر بسهوله جدا. بس انت بتقول تغير الجنرا، بس الثيم الاولاني دي عشان تخرج منها دي هتبقى صعبه. ما انا مش قصدي ان هو تغيير جنرا كامله، بس هي فكره ان هو قال لك احنا هنعملها ميوزيكال، اللي هو هيعملوا فكره مختلفه تماما بالنسبه للكاركتر زي الجوكر، وجوه يعني تقدر تتعامل بكاركتر زي الجوكر وهتبين قد ايه هو مجنون. فهي فكره فيها مخاطره كبيره جدا، لان طبعا فانز جوكر وفانز جوكر الفيلم بتاع 2019 بالذات، ان هو الفيلم كان تقيل ودارك فشخ وركز على حاجات تقيله جدا. تمثيل يا مان، والتمثيل طبعا هيبقى حاجه مختلفه تماما. بس انا عاجبني ده، انا بحب الحاجات اللي هي يبقى حاجه اللي هو هتبقى فريش، اللي هو هيبقى ممكن نطلع منها حاجه جامده قوي، احسن من ان هو يعمل لك سيكويل يبقى بنفس هو معترض. يعني بدل ما هو يعمل لك سيكويل مثلا هيوريك جوثام بنفس الحزن ونفس مش عارف ايه، ويوريك ستراجلز بتاعه ارثر فليك تاني، بس وهو بقى الجوكر عامل ازاي، ويوريك مش عارف ايه. خد بالك هو بنى العالم ده، بنى اول لير منه، فما ينفعش تاني لير يبقى حاجه مختلفه تماما عن العالم الاولاني. انت محتاج تكمل بنا، فاهم يعني. يعني انت حاجه دارك فشخ ومش هزار، وفيلم تقيل قوي فعلا لميوزيكال، يا نهار اسود، فاهم. فانا عشان كده مش شايفها منطقيه غير بطريقه ان هو هيوظفوها بهيكل جوكراوي، فاهم. ما ان هو مش دارك بس ميوزيكال، ده مش يعني زي ما قلت لك كتير بتاعتي لازم يعني انا متوقع ان هم يفسروها، لان ده مش كده هيفسروها، مش هيبقى الميوزيكال التايب الميوزيكال اللي احنا عارفينه، هيبقى اعتقد مختلف. ده اللي انا برضو يعني حاسس ان هو هيطلع منه حاجه كويسه، ومتفائل له ان هو عشان الجوكر وعشان هم محكومين كمان بالجزء الاول ان هو دارك قوي، ما ينفعش يطلعوا الحاجه مره واحده كده. فهيبنوا لها بنى كويس، وده اللي انا امله، ان هم يعملوا لها بنى كويس ويفسروها تفسير كويس ان هم راحوا ميوزيكال ليه. وعموما انت عندك تحفظات مع ليدي جاجا، بس انا مش تحفظات يعني شفتها بتمثل فمش هحكم عليها، بس ما بحبش ليدي جاجا، ما بتحبش ليدي جاجا عامه. بص ليدي جاجا كغنى او كصوت صوتها حلو جدا، تمام، فمتوقع منها اداء كويس في الغنى. في التمثيل انا شفت حتت من ستارز بورن، ما شفتوش كله. ايام الفيلمين اللي انا عارفهم لها هو ستارز بورن وهاوس اوف جوتشي، والاثنين شفت حتت منه. هاوس اوف جوتشي هي كمان بتتكلم باكسنت ومش عارف ايه، فعامله الكاركتر كويس. الكاركتر مش ملوش دبث قوي، عادي. هو ما كانش ليه دبث قوي. الحته اللي انا شفتها يعني انا مش عارف، كنتش عارف اخرج من الدور انا قصدي ان هي من الحتت الصغيره اللي شفت لها تمثيل فيها، هي يجي منها تمثيل، فمش حتى هارلي كوين دور مش سهل برضه. ما هي دي الفكره بقى، ان هارلي كوين دور مش سهل. يعني انا مش اي حد يعمل دور هارلي كوين. الوحيده اللي اتقنته لحد دلوقتي كانت مارجو روبي، تقريبا الوحيده اللي عملته بس يعني كمان مش هتحاول تعمل هارلي كوين كشخصيه صعبه بس، لا ده انت هتعمله جنب ممثل فشيخ زي خواكين فينيكس. يا نهار اسود، فاهم، اللي هي حتى لو فشخت نفسها جنبه ممكن ما يبقاش باين قوي. فانا خايف من حاجه زي كده برضه. انا ده اللي قلقان منه، لان هو اعتقد تود فيليبس اختارها
عشان هي الصوت والتمثيل مع بعض. اعتقد اول حاجه الصوت يعني، كده اول حاجه الصوت، كان هيبقى فيه غيرها بس كده عادي كده. ما في ممثلين، في مغنيين بيعرفوا يمثلوا، في ممثلين بيعرفوا يغنوا، بس انا اعتقد ان هو كان عايز حاجه معينه من طبقه صوت ليدي جاجا عشان اختار، انا عشان كده اتمنى يختارها بالذات. امنيتي ان هو ميبقاش الفيلم بيتمحور عليهم او قصتهم هم، اتمنى يبقى فيه سايد ستوري او في حاجه تانية، ما يبقاش الفيلم كله عن ليدي جاجا وعلاقتها مع الجوكر. لا، هو في الاخر هي مش الفكره، مش ان هو قصه ليدي جاجا وعلاقتها مع جوكر، هي قصه هارلي كوين والجوكر ايوه نفسهم. ايوه انا فاهم قصدك، بس انا قصدي ان هو لو هي دخلت في دور هارلي كوين فعلا، انت هتبدا تشوفها كهارلي ممكن كوين، وساعتها ممكن بس تستمتع يعني انا بالموضوع. كمشاهد شفت جوكر 1 اللي مستنيه في جوكر 2. اولا اشوف باقي جوثام والمدينه اللي كده، واشوف بقى الجوكر نفسه، اوكي. شوف خواكين فينيكس بيعمل الجوكر. ايوه، يعني انا ده بقول اللي لك ده ما كانش الجوكر، ده كان ارثر. فيعني انت بتتكلم دلوقتي عايز اشوف خواكين بجوكر لانه مستني اداء عظيم. دي اللي انا برضو فانا عايز اشوف، غير بقى لو كان كل اللي بيحصل ده تخيلات فيبقى في قصة تانية، فساعتها بقى هتفاجئني، فساعتها انا عايز اتفاجئ. لكن لو ده كده حصل فعلا يبقى اللي انا مستنيه تكملة للتمثيل بقى والجوكر، وشوف بقى هو يبقى اني فيرجن بقى، مش جوكر الجوكر جانجستر، ولا الجوكر اللي طاقه منه خالص، ولا انهي تايب اوف جوكر. فيعني ده اللي انا مستنيه اكتر حاجه. ما ده اللي انا كنت لسه هكلمك فيه، ان هو لسه ما وريناش الجوكر هيمشي ازاي، فانا برضو انترستد اعرف التحول الجوكر، اللي هو جوكر معروف في الكوميكس او في الافلام عموما، هو من رواد الكريمنال وورلد في جوثام، فاللي هو انت ازاي هتحول واحد زي ارثر فليك اللي هو كان كوميديان فاشل وكان بيشتغل بالياتش ومش عارف ايه، ازاي حوله لعالم الجريمه، وهيجيله منين؟ هو بدأ طبعا حته الكيوس ومش عارف ايه، وان هم كلهم لبسوا الماسك بتاعه ومش عارف ايه، فده هيبقى طريق، دي فرشه ان هو يجيله فولورز، بس هل هيعملها ازاي؟ ده اللي انا عايز اشوفه بالظبط. انا كده كده متحمس للفيلم، ما انكرش ان نسبه تحمسي قلت لما سمعت حوار الميوزيكال ده. بس كده كده اول ما ينزل هروح اشوفه على طول، مش هستنى يعني. على الاقل هبقى عايز اشوف اداء خواكين فينيكس بغض النظر بقى على اللي هيحصل تاني. هو الفيلم هينزل امتى؟ 2024. طب كويس، يعني هو كمان 2024 ده نازل هو وديدبول 3 اللي كونتنت يا باشا. كونتنت. بس اعتقد الكلمتين اللي كان عندنا كده خلصنا كلام على الجوكر. لو عندكم يا جماعه برضو مواضيع او افلام هتنزل حابين، او ثيريز لحاجات حابين نتكلم فيها، قولوا لنا برضو في الكومنت لو في حد يعني كومنت. قولوا لنا رايكم برضو في الثيري نفسها، هل موافقين او مختلفين مع الكلام ده، هل متحمسين لفيلم الجوكر، هل مش متحمسين، الكلام ده كله نحب نعرف رايكم في الكومنتس، لو في حد فعلا ان شاء الله يعني لو واحد هنرد عليه، لو اتنين برضه اي حاجه مش مشكله. تنسوش بقى اللايك والشير سبسكرايب، وتحيه لعم الجوكر والجوكر اللي هناك والجوكر اللي هنا كده شويه، او الجوكر اللي هنا. وبص جوكرات احنا لابسين اصلا او الاخضر بتاع الجوكر، الاحمر بتاع الجوكر، ناقص بس ايه اصفر ريكا، مش مشكله مش مشكله، حصل يعني اهم حاجات في الجوكر فاهم بالظبط موجودين. بس شرفتونا من على الكنبه، نستناكم الحلقه الجايه. يلا سلام.